مجزرة الطحين. الاحتلال اليوم يرتكب مجزرة بشعة منظمة مدبرة شمال قطاع غزة، راح ضحيتها آباء وأشقاء من الرجال ذهبوا فقط للحصول على كيس طحين لأجل أولادهم وأشقائهم، وهذا الشيء كان منسق ومتفق عليه من قبل المنظمات الدولية ومن قبل الأمم المتحدة ومن قبل حتى الاحتلال. راح أحكي لكم الجريمة وكأنها فيلم رعب، اقسم بالله يا جماعه فيلم، لانه منظم، مكتوب له السيناريو ومكتوب له الحلقات ومكتوب له البدايه ومكتوب له النهايه، وصاحب هذا السيناريو هو الاحتلال. خلينا اقول لكم ايش اللي صار بالضبط. اللي صار انه شمال قطاع غزه يتعرض لمجاعه منذ اكثر من 4 شهور. حتى اليوم الصباح كان في 7 اطفال تم، في مسميات ممنوعه في اليوتيوب ولكن نقول احنا 7 اطفال قضوا ماتوا، كانوا ضحايا للجوع بس فقط اليوم في الصباح. امبارح 10، قبله 3 5. اليوم الناس في شمال غزة محاصرة منذ بداية الحرب، بدخلش لهم أي مساعدات، فبالتالي الناس ما خلوش حاجة ما كلوهاش، وفعلا الآن يقتلهم الجوع. عشرات الشهداء من الجوعى مش من القصف. فالأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر الدولي بالتنسيق مع الاحتلال أدخل شاحنة من الطحين فقط. اليوم أدخلها، أو فجر هذا اليوم أدخل شاحنة واحدة من الطحين إلى شمال غزة، وتحديدا في منطقة على البحر. بعد وصول هذه الشاحنة تم تبليغ الأهالي أنهم يتوجهوا لهذه المنطقة ليستلم كل عائلة كيس طحين لحتى يأكلوا، لأنه ما عندهم مش فعلا الأكل من 4 شهور، الناس بموتوا جوع. فطبيعي الآباء والإخوة والرجال والشباب القادرين على أنهم يمشوا هذه المسافة الطويلة ويحملوا كيس طحين ليجيبوه لنسائهم ولأولادهم عشان يأكلوا اللي قاعدين بموتوا جوع، توجه الناس بناء على تعليمات مين؟ المنظمات الدولية والأمم المتحدة، وبالاتفاق مع الاحتلال أنهم جميع الرجال والشباب يتوجهوا لهذه المنطقة ليستلموا كل واحد كيس طحين. شو اللي صار؟ الناس سمعت الخبر فرحوا، كل واحد مسكين بفكر في أولاده وفي مرته وفي أبوه وفي أمه، قتلهم الجوع. جميع الرجال ومن هو قادر من الشباب على المشي والوصول لهذه المنطقة توجهوا. آلاف مش أقل من 100,000 مواطن توجهوا لهذه المنطقة اللي هي على بحر شمال غزة. بعد مين؟ بعد ما جاهم الأمر من المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومن الاحتلال إنه الشاحنة موجودة في المنطقة الفلانية، على الجميع التوجه لتلك المنطقة لاستلام كيس طحين. ولو شفتوا في الأخبار هتشوفوا إنه أكياس الطحين أصبحت مغمسة بدماء هدول الناس. توجهوا هدول الرجال والعائلات لتلك المنطقة عشان ياخذوا كيس طحين. أمهلهم الاحتلال حتى تجمعوا كلهم في تلك المنطقة، وبدأ بتوزيع المساعدات، وقام بإطلاق الرصاص عليهم من البحر ومن البر ومن الجو، وارتكب أبشع مجزرة في حق آباء وأشقاء جايين ياخذوا فقط كيس طحين، لهيك سميت بمجزرة الطحين. قاموا بإطلاق الرصاص عليهم في المنطقة العلوية، يعني من البطن للرأس. ولما بنقول إطلاق الرصاص في المنطقة العلوية يعني الهدف القتل مش الإصابة. سقط لحد هذه اللحظة اللي أنا قاعد بكلمكم فيها 104 من الشهداء الضحايا، و700 إصابة حرجة، لأنه جميع الإصابات كانت في المنطقة العلوية من الجسد، البطن، الصدر، الرأس. المشكلة الأسوأ إنه هدول الناس لما راحوا لتلك المنطقة راحوا بناء على اتفاق، يعني الاحتلال اللي حدد المكان وحدد الوقت لهذه الشاحنة انها تكون موجودة، وهو اللي اعطى الاذن للصليب الاحمر وللامم المتحدة بابلاغ هذول الناس انهم يمشوا يتوجهوا ليحصلوا على المساعدة. يعني اللي استدعى الناس لتلك المنطقة هو الاحتلال، واللي قتلهم هو الاحتلال. فهذه جريمة مركبة مدبرة مع سبق الإصرار والترصد. الأسوأ من هذا الشيء انه شمال غزة هو المنطقة الأولى في اجتياح الاحتلال لغزة، لذلك ما فيش ولا مستشفى، وجميع الطواقم الطبية سواء أطباء الجراحة أو أطباء العظام أو أطباء التخدير تم اعتقالهم، الآن موجودين في المعتقلات عند الاحتلال، يعني لا يوجد طواقم طبية.
هذا أولا. ثانيا، جميع مستشفيات الشمال تم اجتياحها وتدميرها بالكامل. يعني أنت اليوم تتكلم على 600 أو 700 إصابة حرجة في الجزء العلوي، تحتاج أطباء جراحة، أطباء تخدير، الاستئصال، لأنه في ناس يستأصلوا الكبد، الطحال، الرئة، جزء من هان جزء من هان. أطباء تخدير ما فيش، مستشفيات لحتى يتم علاج هدول الجرحى اللي كلهم إصاباتهم خطر. يعني الآن في كل دقيقة، أنا كنت بتابع الأخبار، كل دقيقة في قناة الجزيرة بيزيدوا 10 من الشهداء، 10 15. فهدول 600 أو 700 جريح اللي لحتى الآن من غير عشرات الشهداء، هدول شهداء أحياء، قتلى أحياء الآن، لأنه ما فيش جراحة. بعض الحالات اللي راحت على المستوصفات الطبية تم خياطة جروحهم بلا مخدر، وبعضهم تم استئصال أعضاء من أجسادهم بلا مخدر، وبعضهم تم بتر أطرافهم بلا تخدير. تخيل كمية الألم والمعاناة اللي بيعيشها هذا المصاب. وطبعا ما فيش أجهزة طبية، لأنه ما فيش وقود، ما فيش أدوية، مش هيعطوهم ولا حاجة. فقط إذا كان بتر هيبتر، إذا كان استئصال هيستأصلوا، ويضلهم هدول ينزفوا حتى الموت. فاليوم في جريمة بشعة. مين المسؤول عن هذه الجريمة؟ الاحتلال عارفين ومجرم، ولكن وين المنظمات الدولية اللي نسقت مع هذا المحتل لحتى يدخل؟ وين جامعة الدول العربية؟ وين القمة الإسلامية؟ وين محكمة لاهاي؟ وين الأمم المتحدة من هذا الشيء اللي بصير؟ هذول الناس مدنيين فقط، وتم استدعائهم من قبل الاحتلال والمنظمات الدولية. توجهوا لتلك المنطقة، خذوا كيس طحين، لأنهم الناس كل العالم شاف أن أولادهم ونسائهم وشيوخهم قاعدين بيموتوا جوعا. تخيلوا من الحصار اللي معمول عليهم بيموتوا جوعا. الآن ذهبوا ليحصلوا على كيس طحين فقط، ما فيش أي مواد غذائية تانية، ولا أدوية ولا وقود ولا أي حاجة، فقط طحين بس يأكلوا خبز حاف. ذهبوا عشان يموتوا، مش عشان يجيبوا كيس الطحين. فهنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله في المحتل، وحسبنا الله في المنظمات الدولية وفي العالم الدولي، وحسبنا الله في اللي قادر يعمل شيء لهذا الشعب ومتخاذل. ولكن الدنيا كما تدان، وعند الله تجتمع الخصوم. لك الله يا غزة، فقط إليك الله يا غزة، وإن شاء الله النصر قريب. السلام عليكم.